النهاردة معانا قصة من أخطر وأشهر القصص الحقيقية اللي اتكلم عنها سكان القاهرة سنين طويلة. القصة دي عن شقق موجودة في شارع الهرم، اتقال عنها إن هي مسكونة وإن حصل فيها جريمة قتل غامضة محدش قدر يفسرها لحد النهاردة. القصة مرعبة جدا ومليانة تفاصيل، فلو انت من الناس اللي قلبها ضعيف أنصحك توقف لحد هنا، ولو مستعد تعيش معانا الرعب وتسمع الحقيقة كاملة يلا نبدأ. في سنة 1985 اتبنت عمارة جديدة في شارع الهرم. في البداية العمارة كانت عادية خالص، سكانها ناس محترمين، موظفين، أسر صغيرة، شباب مغتربين. لكن مع مرور الوقت ظهرت شكاوي غريبة، إنهم بيسمعوا خطوات في نص الليل، وأنوار بتتقطع وتشتغل لوحدها، وأطفال بيصحوا من النوم يصرخوا ويقولوا إنهم شافوا ست لابسة أبيض واقفة في أوضة النوم. أول أسرة سكنت كانت في الشقة رقم 5 وسابوها بعد 3 شهور، وقالوا إن المكان مش طبيعي. جار في الدور الرابع قال إن هو كل يوم وهو راجع من الشغل متأخر يشوف ست لابسة فستان أبيض واقفاله في البلكونة وتبص عليه لتحت، لكنه كل ما يطلع فوق ما يلاقيش حد. واحدة ست كبيرة قالت إن هي كل يوم الساعة 3 الفجر بتسمع صوت بكاء مكتوم جاي من الشقة. بعض السكان قالوا إنهم بيسمعوا خبط متواصل جاي من الحيطان وصوت باب بيتفتح ويترزع بقوة. وفي سنة 1992 استأجر الشقة شاب كان في أواخر العشرينات، وكانت معاه خطيبته، وكانوا بيجهزوا لنفسهم للجواز، وكان معاهم العفش بتاعهم. الجيران كانوا دايما بيسمعوهم أكتر من مرة بيتخانقوا، لكن ما كانش في حد بيتدخل. في ليلة من الليالي ظهرت ريحة غريبة خارجة من الشقة. الجيران بلغوا الشرطة، والشرطة كسرت الباب، والمفاجأة إنهم لقوا جثة البنت مرمية في أوضة النوم، وكانت الأوضة كلها غرقانة دم كأن حد طاعنها. والأغرب إن الشاب اللي كان معاها اختفى تماما، ولا له أثر في مصر ولا حتى برا مصر. التحقيقات قالت إنها ماتت بسبب طعنة نافذة، لكن السكين ما كانش موجود، والشاب اللي كان معاها كأنه اتبخر، مش موجود تماما، والقضية اتسجلت ضد المجهول. الشقة اتقفلت سنين طويلة. أي حد كان بيدخلها بعد كده بيقول إن هو بيسمع صوت صراخ البنت اللي اتقتلت. واحد شاب حاول يقعد فيها وقال إن هو كل ليلة يسمع صوت خطوات ست داخلة أوضة النوم. في مرة صحى من النوم لقى باب أوضة النوم مفتوح وعلى الأرض دم، ولما نور النور ما كانش فيه حاجة، كل حاجة اختفت. بعدها بأيام ساب الشقة مرعوب. شيوخ الدجاب ويقروا قرآن جوه الشقة. أول ما ابتدوا يقروا الأبواب كلها اتقفلت بعنف والنور قطع. الشيخ اللي كان موجود قال إن المكان مربوط بروح مش راضية تسيب الأرض. وناس تانية قالت إن العمارة اتبنت فوق مقابر قديمة، وإن روح البنت المقتولة اندمجت مع الجن الموجود في المكان. واحد من الشباب قرر يوثق كل حاجة، أخد كاميرا قديمة وبات في الشقة، وفي التسجيل ظهر
صوت باب بيتفتح، خطوات ماشية ببطء، وصوت ست بتصرخ، وبعدها التسجيل وقف. الشاب بعدها دخل في حالة نفسية سيئة جدا، ورفض يحكي اللي حصل معاه جوه. لحد النهاردة الشقة رقم 5 في العمارة دي فاضية، مفيش حد قدر يعيش فيها أكتر من أسبوع. السكان بيقولوا إنك لو عديت من قدامها بالليل ممكن تسمع صوت بكاء أو صرخة مكتومة. هل الشاب قتل خطيبته وهرب؟ ولا هو كمان ضحية؟